حبايبي القلب، اهلين فيكم بهالفيديو الجديد. طبعا حبايبي فيديو اليوم لاول مره انس راح يطبخ. وشو راح نطبخ بفيديو اليوم؟ المنسف. راح نطبخ المنسف الاردني. طبعا معنا ماريا، قررت اصور معها هذا الفيديو لانه في كثير تعليقات. انا صور لنا كمان فيديو مع ماريا فجبتها معي بفيديو اليوم. بفيديو اليوم المنسف. شو يعني المنسف؟ هاي اكله اردنيه، اشهر اكله اردنيه اسمها المنسف. راح نفوت انا وياكي على اكبر سوبر ماركت موجود بدبي، راح نشتري الاغراض ونروح نطبخ المنسف مع بعض. أوكي. اول شغله بدنا نجيبها للمنسف الرز. الاشي الغريب بالموضوع انه انا لاول مره راح اطبخ بحياتي، وهاي اللي جنبي لاول مره بتطبخ بحياتها. صح. يعني الطبخه راح تكون معنا فيها تسمم، اللي راح ياكل منها حيتسمم. هذا منيح. خذي هاي العلبة، يلا حركي حالك يا مالك، حطيها. هاي أحسن طريقة تتسوقوا فيها. أخذنا رز وأخذنا زيت، ناقص بهارات. كركم أصفر، فلفل أسود، ورق غار. تعالوا نجيب لوز. ثانك يو برو. أكيد عنصر الأساسي يعني الجميد، يعني الجميد. شو شكل عجبتك القعدة؟ انزل بسرعة. اوكي هسه شو بدنا نجيب اللحمة؟ بدي لحمة بليز المنسف. يعطيك العافية. واخيرا لقينا خبز اشراك. وهيك بكون جبت كل اغراض المنسف. بعد ما نخلص حساب حنروح على البيت ومن باخذكم جولة في بيتي وبنطبخ المنسف مع بعض. وين شرينا اغراض المنسف؟ بس خايفة نولع البيت على فكرة. تولع البيت؟ بولعك تولع. شو البيت؟ في معلومة بدي احكي لك اياها قبل ما نروح نطبخ، انه شو ما طلعت الطبخة بدنا ناكلها. يعني طلعت مش زاكية محروقة بدك تاكليها غصب عنك. يلا هي وصلنا العمارة هسه زي ما انتم شايفين. هسه رح نطلع على البيت، رح نطبخ المنسف والله يستر. طبعا حبايبي انا قديش صار لي في دبي؟ تقريبا صار لي عايش 3 سنين ولا مرة عملت لكم جولة في بيتي وهي القصص. بصراحة هاي الشغلات ما بحب اعملها، بس بما انه رايحين هسه على البيت فراح اخذكم معي جولة بالبيت. A few moments later. عندي مساعدة بالبيت بتساعدني اسمها ميسي. رح نطبل على ميسي الباب واعرفكم عليها. بعرف انه اسمها غريب بس والله جد اسمها ميسي. دائما بصير احكي لها اذا بتزبطيش الطبيخ بجيب رونالدو بدالك. ميسي افتحي لنا الباب. تعالوا معنا حبايبي. هون عندنا ميسي، هون ميسي ملكة الطبخ. ميسي من اثيوبيا بس الحلو فيها بتحكي عربي لانه قبل ما اجت على دبي كانت في لبنان تشتغل وتعلمت اللهجة اللبنانية. احكي لهم لبناني. شو بدي احكي له؟ شو بدي احكي له؟ احكي لهم بحبكم. انا بحبكم. تعال اعملوا لايك شير كومنت. بتعرفي تطبخي؟ لا ما اعرف. تعلميني؟ ايه علميك. اوكي. ميسي شو اسم هاي اللحمة؟ هاي لحمة قلم. لحمة قلم. طبعا زي ما انتم شايفين حطينا الرز بصحن وحطينا اللوز بصحن وقطعنا هون البصل وحطينا بهذا الصحن كركم، حطينا الملح وحطينا فلفل الاسود والورق الغار. زي ما انتم شايفين عندنا لحمه هون، قطعتين لحمه مرتبات، وهي جميد السير وهي خبز القشره. والحين راح نبلش باللحمة لانها تاخذ تقريبا حوالي 3/4 مشان تجهز. طبعا للاسف عندي الطنجره صغيره، ما عندي الطنجره كبيره ما بتزبط للمنسف. طبعا اخذت من جاري طنجرتين. شكرا. هاي صار عندنا طنجرتين. يلا هسه شو بدك تعملي ماريا؟ نحمصوا اللوز. بدنا نحمص اللوز. يلا. الله عليكي. الله عليكي ميسي. شو صار معكي؟ اوف اي حرقت حالها بالزيت. او الحين هذا اللون اللي بدنا نوصل له. اوكي هذا اللون اللي بدنا نوصل له. او الحين نضيف زيت للرز مشان يضيف لمعة. الحين نضيفه كمان ملعقة كركم عشان اللون الاصفر يتغير لونه. ابو الشاب بده يتدخل بطبخة المنسف. راح نلبس القلبزات. جاهزة؟ جاهزة طبعا. طبعا حبايبي لا تنسوا بنهاية الفيديو تروحوا تعتبروه فيديو 360 نزل بقالات جديد. رابط الفيديو تحت بالوصف، ولو كل شخص راح ينزل على الرابط ويشاهد الفيديو راح يختار منكم اشخاص ويربحون جوائز. بالتوفيق للجميع. بس بدها تحط الصحن في وجهها. لا بلا ايد واحدة. شوي لا تأكل. هسه رح ندهن الزيت هون بالطنجرة زي ما انت شايفة. بدنا نحط اللحمة جوات الطنجرة، نحمرها شوية على النار. زي ما انتم شفتوا اللحمة على النار بس تتحمر نقلبها من الجهة الثانية. نقلبها من الجهة الثانية. ريحة اللحمة
الله. نستنى اللحمة تتحمر، بعد ما اللحمة تتحمر بدنا نسلق الرز، بعديها نجيب الصينية، بعدين نحط فيه الخبز، بعدين نحط الشغلات. شطر. وهسا راح ندير المي على اللحمات. وهسا بدنا نحط كم قطعة بصل عشان نشيل الزنخ اللي باللحمة. على طبيخ الشيف بندين الشيف انس. هون عندنا جوا الصحن فلفل اسود، الورق الغار والملح، رح نحطهم على الميه اللي باللحمه. نحط الفلفل الاسود، هنحط الورق الغار، هنحط هون ورقه، هون ورقه، هون ورقه. الله عليك ابو الشايب. مبدئيا اللحمه بدها عشان تستوي بدها نص ساعه. هسا كل كاسه رز اوكي. كم كاسه مي بدنا؟ طبعا قدر كاسة الرز. لا، كل كاسة رز كاسة ونص مي. هاي 3 كاسات رز، هيك بدنا 4 كاسات مي ونص بكفي. هدول زيادة خلص. طبعا رح نطعمي طقم الاخراج اللي معانا ورا معانا خلف الكواليس، فرح ندوقه ورح تاكلوا المنسف غصبا عنكم معانا. هاي وحدة، نص 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 نص. هاي نص، هيك 4 أوكي. ونص. بنحتاج معلقة ملح على الرز. اوكي. هاي معلقة ملح. اوكي. ايه ايوه. راح نعلي عليها درجة الحرارة. بس تبلش تفور حبايبي راح نوطي درجة الحرارة. طبعا هون عندنا عبير راح تساعدنا بالمنسف لأنه الاشي صار كثير صعب علينا. جوعنا، جاهزة تاكل عبير؟ جاهز انت تاكل؟ طبعا حبايبي عبير معانا خلف الكواليس اللي كانت تنقلنا شو نحكي على الكاميرا. كون هاي لابلة شاطرة ولا شاطرة بشي. يلا يلا الحركة اللي علمتك اياها. ايوه يلا لفي. الله الشيف. عندنا هون ماريا، عبير، ميسي، ابراهيم، وعندنا هون كمان انس. جاهز تاكل منسف؟ والله الله يستر. والله طلعنا شاطرين حبايبي. شوفوا والله احسن من الرز المطاعم. شوفوا واخيرا عملنا رز، زبط معنا الرز. طبعا هسه راح نفتح الطنجره ونصفي الشغلات اللي جواتها. للاسف ما عندي مصفايه حديد فراح استخدم هاي المصفايه. هنشيل البصل. عبير لقيت حل تصفي البصل والشغلات هاي من جوا الطنجره. اوكي هينا حطينا، وهي الشغلات طلعت جوا الطنجره. الطنجرة نظيفة. وهسه بدنا نحط الجميد جوا الطنجرة. اول مره بشوف منسف 17 واحد بيطبخوا. طبعا والله بدون مبالغه ريحه الجميد بتشهي. انا بصراحه ما توقعت هيك يطلع، بس اكيد راح يطلع زاكي. 17 واحد طبخ معنا. تعالي دوقي الشوربه ماريا واعطينا رايك. واو روعة جد؟ جد يجنن. هسه بدنا نحط اللحمات جوات الشوربه عشان هيك اللحمه تتمعشق الشوربه. بدنا هيك حركه 10 دقائق امورنا بتكون خالصه. جاهزين تاكلوا المنسف؟ جاهزين. منسف يعني منسف. انس احكي تقبرني ابن عمي. تقبرني ابن عمي. بالك اللبناني عنده مولع. صحن الاشراك جاهز زي ما انتم شايفين، وهين عندنا هون طنجره اللي فيها الرز. طبعا الرز من الريحه مبين بشهي. الله ولك والله احنا معدلين. طبعا هذا راح يكون احلى يوم بحياتكم. الله الله الله. شوف الترتيب، شوف الترتيب. واخيرا وليس اخرا اللحم استوت. فاول خطوه راح نعملها راح نفتح عليها. الله. هسه راح نحط ميه اللبن هون بصحن. بسم الله. اوكي. وهون خلينا شويه جميد عشان نسقي الرز، عشان هيك يكون يعني هيك مشرب. الله عليك شو معدل. اوكي شوفوا لي هالمنظر، شوفوا لي، شوفوا اللوز. شوفي هاي الحركه فيش منها بالجزائر بس بالاردن. الله. طبعا حبايبي زي ما انتم شايفين وهاي النتيجه اللي طلعت معنا لليوم. طبعا هون معنا صديقنا انس ومعنا صديقتنا عبير وساعدتنا كثير بالفيديو، يعني يعطيها العافيه، ضلت معنا خلف الكواليس. ومعنا هون ماريا، طبعا ما عملتش شيء مفيد بالفيديو. بمزح. وعندنا انس الطباخ الرئيسي، وميسي يعني الحبش كرتات يعني معلقه وسكينه. وعندنا ابراهيم كمان خلف الكواليس. بدي تعملوا نفس الشيء اللي انا راح اعمله. طبعا احنا المنسف ما بناكله بالمعلقه، بناكله بايدنا. أوكي. بالاردن. فكل واحد منكم اول شيء بيقطع قطعه لحمه وبتعملوا زي هيك، بتعملوا زي هيك. بعتيه. يلا عبير اعملي زي ما انا عملت. ايوه ايوه. اوكي. الله
اعطيني رايك. صح. والله حلو، والله حلو يسعد ربك. ايوه حطي معها قطعه لحمه، هيك احنا بالاردن ناكل بايدنا. اوكي. ايوه. اوه زكفوله زكفوله. احكي بصراحه شو رايك في المنسف؟ زاكي؟ اوكي. ايوه دحبر 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 دحبوره. أفكر أنا أول مرة باكل منسف. اول مره ومن ايد انس، ومن ايد انس. بصراحه صراحه بشهي. والله بشاهد. الله عليك يا مس. برافو. يلا كل، اذا مش زاكي احكي عشان انت ما في شغل هون. زاكي ولا مش زاكي؟ اكيد زاكي. كثير زاكي طبعا، والله ما هددتها هي لحالها حكت زاكي. يلا دور ابراهيم. ما بنفع في جلوفز ناكل المنسف، فطلع شو بتسووا؟ بتطولوا شقفة خبزة، بتعملوا هيك حتة لحمة رز، وبتعملوا الله. صراحة خلصي. يلا. طبعا حبايبي البيت عندي لسه مو جاهز، بده اسبوع عشان يجهز واركب فيه تصميمات وبراويز، وبغرفة النوم رح اعمل استديو. هون عندكم ممر، هون عندنا حمام الضيوف. طبعا انا عايش لحالي ماخذ بيت بس غرفة وصالون، وهي غرفة النوم تبعيتي. هذا حمامي الشخصي زي ما انتم شايفين بعيد عنكم. هون عطوري، هذا عطري المفضل وهذا عطري المفضل. طبعا حبايبي هذا التخت النوم اللي بنام عليه انا، وهي الخزانه تبعيتي زي ما انتم شايفين، كل اشي مصفط، كل شيء مرتب، كل اشي وحبايبي احلى اشي عندي انا الفيو عندي بالبلكونه بجنن. تعالوا شوفوا الفيو. هاي البلكونه موجوده بغرفتي، حاطط فيها كنبايه مريحه. طبعا ان شاء الله قريبا راح اعمل هون قعده كثير حلوه، وزي ما انتم شايفين الفيو. طبعا الدنيا ضباب وكل شيء معتم. عندي برج العرب وعندي برج خليفه فيو. تعالوا اورجيكم الصالون سريع. عندي شاشه 75 بوصه، وعندي طقم كنبيات كثير مريح. طبعا قريبا مفكر اركب براويز وشغلات حلوه. بحب انا هاي الالعاب، يعني موزه بيكاتشو عندي، هذول بربحهم في مدينه الملاهي. هون عندي كمان بلكونه موجوده للصالون، شوفوا ما احلاها. طبعا الفيو بجنن. وهيك بكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم. طبعا حبايبي فيديو اليوم بدنا نوصله 200,000 لايك، وانتظروني بالفيديوهات الجايه، راح يكونوا فيديوهات قويه. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.